حالي اللي راح نشوفها الآن لا تصدق. حالي صدمتني وأكيد راح تصدم كل واحد منكم. هي قصة شاب كان يسرق وكانت السرقة بدمه. حاول مرارا وتكرارا انه يوقف السرقة ولكن ما قدر، فبحث عن حل، وجد الحل. تخيلوا شو كان الحل. السلام عليكم. اهلا علي. كيفك يا علي؟ الحمد لله. تفضل يا حبيبي، تفضل. تفضل علي، تفضل. كيف احوالك؟ الحمد لله. شو عملت بحالك يا علي؟ آه، قطعت ايديك. قطعت ايدي عشان كنت حرامي من صغري. شو كنت تسرق علي؟ ألوفات وموبايلات وذهب، وعمري ما اتمسكت. طيب ما اتمسكت ولا مرة؟ لا، ما اتمسكتش. طيب وبعدين؟ بعدين ابويا بيعاقبني، ابويا بيسيسني، مفيش فايده. ابويا بياخدني من هدايا، مفيش فايده. ابويا عامل معايا المستحيلات عشان ابقى عايش نظيف وعايش. ابويا موظف في الجامع، امي ست بيت، اخواتي متعلمين، اهلي دكاتره. بس اني كنت عايز اطلع نفسي، اعلم نفسي بنفس الادب، مش عارف، واعيش بايدي. بس هي جت كده بقى، قطعت ايدي تحت القطر عشان احرم اسرق. تحت القطر؟ قطعت واحده تحت القطر. كيف؟ حطيت ايدك تحت القطر؟ حطيت ايدي ونمت على بطني، والقطر عدى عليها. والقطر عدى عليها. قمت قايم مروح، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. انا قطعت ايدي عشان كنت بس. ما طلعش دم؟ بعدها بسنه ونص القطر بيقطع ايدي، بتلحم من سخونه القطر. القطر بيقطع بيكوي ايدك. ما طلعش دم يعني بعدين؟ لا، ما طلعش دم الا بعدها بساعه. اول ايد قطعتها. انوجعت؟ لا، ما وجعتش. حسيت بألم؟ ما وجعتش عشان كنت مبنج بنج رباني. يعني كان في قلبي ايمان وتقوى عند ربنا، وربنا عايزني اتوب وارجع له. انا مش عارف اتوب وانا بايدي. ابويا اول ما قطعت ديت زعل مني. ابويا قاعد فوق وانا قاعد تحت. وما بتحكي معه؟ لا، ما بحكيش معه. وهو ما بيحكي معك؟ زعل منك مني قطعت ايدي طب معه حق. طب حدا مجنون بيقطع ايده؟ انا مش مجنون، انا عاقل. ده ابن حضرتك. ابنك نعم. طب انا يعني تفضل. انا فوجئت. اتفضل ازاي؟ لان انا اصلا خصمه اساسا على بعرف اللي هو بيعمله فيا. هو ما اذاش نفسه، ده اذاني واذى الاسره بتاعته. حاج مش قادر يبطل. يعني انا سمعته كلمني. مش قادر يبطل السرقه دي بدمه. بقى لقى انه يقطع ايديه، يمكن عشان يرضيك. هو بيقول عشان يرضي ربنا. هو ربنا خلقني كده. انا عايز اتوب وعايز ارجع ربنا. معلش انا اسف. انا في يوم من الايام يا ابني قصرت في حقك باي حاجه؟ لا. امال انت كده اذيتنا ليه؟ معلش ربنا يخليك لنا وسامحنا يابا. سامحنا معلش. سامحنا يابا.